المحافظة محلهم وأعلنوا حالة الإضراب بسبب سوء الأحوال الاقتصادية في المحافظة. وطالب التجار بعودة المدينة منطقة حرة والقضاء على عمليات التهريب الجمركي ومحاسبة المسؤولين عنها. في بورسعيد أيضا تظاهر المئات من صيادي ومزارعي منطقة شط البحر في بحيرة المنزلة للتعبير عن تأثرهم بمداهمة هيئة الثروة السمكية وحملات وزارة الداخلية التي تستهدف تطهير البحيرة من البلطجية. وطلب الأهالي الرئيس محمد مرسي ومحافظ بورسعيد بالتدخل السريع لحل أزمتهم. الصحفي أحمد الجمال معنا من بورسعيد للمزيد من التفصيل. أهلا بك أحمد. نبدأ باحتجاجات تجار المحافظة على تردي الأوضاع الاقتصادية فيها وماذا لديك عنهم؟ نعم أيمن، أغلق المئات من تجار بورسعيد وخاصة بشارعي التجاري والحميدي محلهم التجارية وأعلنوا حالة الإضراب العام بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التي وصلت إليها بورسعيد. وتظاهر التجار بداية من مسجد التوفيقي الأشهر ببورسعيد بشارع صفية زغلول، وتوجهوا إلى شارع الحميدي ومنه إلى طريق محمد علي ثم سعد زغلول ومنه إلى ميدان الشهداء، واستقرت المسيرة أمام مكتب محافظ بورسعيد. طلب التجار أيمن بعودة المدينة الحرة، عودة النظام الاقتصادي لبورسعيد منذ عام 1977 والقضاء على أباطرة التهريب الجمركي ومحاسبة الفاسدين سواء من رجال الجمارك أو شرطة الميناء أصحاب المسؤولية المباشرة عن أي عملية تهريب تمت من المنافذ الجمركية بالمدينة على مدار الأيام الماضية. تجددت أيمن أزمة التجار ببورسعيد مع تصاعد مؤشر عمليات التهريب وخاصة البضائع المستوردة من المنافذ الجمركية، مما أثر بالسلب على الأوضاع المالية بالسوق لجميع المحال التجارية التي تتعامل مع الملابس الجاهزة التي يتم استيرادها بنظام المنطقة الحرة. وتظاهر العشرات من تجار بورسعيد قبل ذلك بيومين للمطالبة بنفس الطلب، وأكدوا أيضا في مطالبهم ضرورة عودة نظام المنطقة الحرة وفقا للقانون 12 لسنة 77 وإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002. وشدد تجار بورسعيد على ضرورة إحكام السيطرة على منافذ بورسعيد الجمركية ومحاكمة كل من تسبب في تهريب أكثر من 100 حاوية عبر منفذ الرصوة منذ 3 أيام بلا رادع، سواء كان من شرطة الميناء أو المدنيين من رجال الجمارك، مع التأكيد على عودة جميع القرارات الاقتصادية التي صاحبت تحويل المدينة إلى منطقة حرة عام 1977. طيب أحمد، ننتقل إلى المئات من صيادي ومزارعي منطقة شط البحر في بحيرة المنزلة. يعني كيف يتضررون من هذه الحملات الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية في حين يظن البعض أن هذا كان في مصلحة الجميع؟ نعم أيمن، بالفعل كما قلت، ولكن فرحتهم بالحملات الأمنية التي داهمت البلطجية وأوكار البلطجية هذه الفرحة اختلطت بالحزن والألم الشديدين عندما جارت هذه الحملات على فقراء بحيرة المنزلة الذين لا مأوى لهم ولا قوت لهم إلا بعض الأسماك، إلا بعض عدد قليل من الأسماك التي يصطادونها أو من مزرعة سمكية محدودة أمام منزلهم العشوائي وسط البحيرة. جارت الحملات الأمنية والثروة السمكية عليهم وتركتهم بدون غطاء وبدون طعام، وهم لا يعلمون حتى الآن إلى أين يذهبون. أكد الأهالي أيمن أيضا أن الصيد في البحيرة نوعان، أحدهما صيد الاستزراع السمكي والآخر الصيد الحر، وأن النوع الأول عبارة عن مساحات محدودة يمتلكها أصحابها بعدما حولوا الأرض التي وضعوا يدهم عليها وأصدرت لهم الدولة بطاقات حيازات زراعية إلى مزارع سمكية محدودة بعدما دمرت المياه زراعاتهم بسبب ارتفاع منسوبها وضياع أموالهم. أما النوع الآخر فهو الصيد الحر أيمن الذي يسمح لأي صياد أن يمارس نشاطه، ولكنه مقصور الآن على عدد من أصحاب النفوذ، ومن يقترب منه تطلق عليه النيران إلا المتعاملين معه. شكرا جزيلا زميلنا الصحفي أحمد الجمال، كنت معنا من بورسعيد.